نحن خرجنا في الإسكندرية ب11 فعالية تبدأ من العمرية وإلى العجمي مرورا بالرياض وبحري وسيدي جابر وسيدي ليش، ونحن هنا في الرمل حتى العصافرة والميقير. نحن خرجنا الشمل جميعا نركز على مقاصد الثورة الأولى وهي الثورة الأخيرة، ولن نوافق ولن نؤيد ثورة ثانية أرادت وقيعة بين الشعب وبين الجيش وبين الشعب وبين الحكومة. ولن نؤيد مجلسا مدني رئاسي، ولن نؤيد أيضا تأجيل الانتخابات. لن نقول إلا ما قاله الشعب في الاستفتاء الماضي أننا نريد استفتاء ونريد انتخابات مجلس الشعب والشورى القادمين، ثم تعديلا دستورا جديدا كاملا، ثم انتخابات رئاسية على ضوء هذا الدستور. هذه مطالب الشعب، وهذه ثقة الشعب، وهذا هو رأي الشعب، وهذه خطواتنا التي نرددها. وأخيرا أخي في الله، أقول لكل من يتحدث أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كما يقول غيرنا من الأفكار وكلنا نعلمها. جاء عامل على ولاية لأمير المؤمنين وحاكم المسلمين وحاكم دولة المسلمين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، قال له: إذا جاءك سارق فماذا تصنع فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين أقطع يده. قال: إذا جاءني جائع أو عاقل أو سائل أقطع يدك. قال له: أيها الرجل، إن الله استعملنا في الأرض لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر حرفتهم، وإن الأيدي قد خلقها الله عز وجل لتعمل، فإذا لم تجد في طاعة الله عملا التمست في معصية الله عملا. هل هذا حق؟ هل هذا عقد بين الحاكم والمحكومين؟ نعم، هو عقد الشريعة الإسلامية بين الحاكم والمحكومين، أن يسد جوعتنا وأن يستر عورتنا وأن يوفر حرفتنا وأن يوفر عنا